طويله في اتجاه بول فالير. الانطلاقه من هنالك من زغودي، هذه المره توزيع، البحث عن الراسيه. جول 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 اول لفريق النهضه البركانيه، والعميد يوسف ودايو يفتتح التسجيل لفريق النهضه البركانيه على مستوى دور المجموعات في رحله البحث عن اللقب الثالث على مستوى كاس الكونفدراليه الافريقيه، امام فرحه الجماهير البركانيه وامام هدوء معين الشعباني. لعبت بهذه الكيفيه، الاستقبال كان على مستوى الجهه اليسرى، التوزيع والراسيه من يوسف ودايو. العميد يعلن عن اول اهداف المباراه لفريق النهضه البركانيه بهذه الكيفيه. نتابعون الاعاده. يوسف ودايو يعلن عن اول الهدف الثاني لفريق النهضه البركانيه. ياسين البحيري وراء التنفيذ، البحث عن راسية مامادو كامارا ويوسف ودايو، تلعب بهذا الكيفية. جول جول ثاني لفائدة فريق النهضة البركانية، وهذا ما تحدثت عنه. قلت ياسين البحيري سيبحث عن راسية مامادو كامارا أو يوسف ودايو، فجاء الرد بين الميدان براسية يوسف ودايو. العميد يلبس ثوب المهاجم وثوب القناص في مباراة اليوم بتسجيله للهدف الثاني لفائدة النهضة البركانية. يوسف ودايو يعلن عن ثاني أهداف المباراة والثنائية له في مباراة اليوم أمام فريق لوندا سولا الأنغولي، بنفس سيناريو الجولة الأولى براسية رائعة ارتقى فوق الجميع.